القرادي، والتدخل من جانب دفاع نادي العروبة، ومن ثم يتحصل محمد محفوظ القرادي على ضربة جزاء. ضربة جزاء للأخضر، ضربة جزاء لنادي المكلا أمام احتجاج من مدرب نادي العروبة من جانب المدرب هاني عبد الرحمن، ولكن إلى حد الآن الحكم يشير إلى الركلة الجزاء. شوف اللاعب يتألم، شوف اللاعب محمد محفوظ القرادي يتألم على التدخل الذي يجناه لاعب فريق العروبة. الله الله الله، هل من هدف ثالث؟ هل من هدف ثالث لنادي المكلا بعد الصيام للثلاث جولات؟ الآن ربما أن يأتي بثالث الأهداف. شوف المعطيات، شوف الكورة لما تدور، الكورة لما تعطيك الوجه اللي يبغاه الجمهور واللي يبغاه المحبين واللي يبغاه الأنصار والمتابعين من عبر الشاشات. هناك تغيير، سيخرج اللاعب عمار درهم سيغادر، وسيدخل اللاعب علي محمد عبد الكريم. في المقابل عبد الرحمن أحمد سيغادر، وسيدخل اللاعب محمد صادق عزيز. تغييران من جانب المدرب هاني عبد الرحمن. والانصار هنا يحيونك يا حسن باسفر بعد ان ضعت الركله الجزاء. الان الانصار يحيون، الانصار يصفقون، الانصار يعطون الدفعه المعنويه هنا لحسن باسفر. يلا يا حسن، هل تاتيها؟ حسن باسفر حط الكره بالشباك. هدف لنادي المكلا، الهدف الثالث لنادي المكلا. حسن باسفر يقدم الاعتذار لجماهير الاخضر المكلاوي، يقدم الاعتذار للاخضر بعدما ضاع كوره وضربه جزاء سابقه امام نادي الاهلي. الان حسن باسفر ياتي بهدف من ضربه جزاء وياتي بالاعتذار من جانب جماهير نادي المكلا. شوف الكوره، شوف حسن باسفر. يا حسن كان قريب الحارس من ان يتصدر، ولكن كرة قوية، كرة صاروخية تهتز الشباك.